مرة كنت بحكي لواحدة صاحبتي إن أنا زعلانة منها شوية عشان عدت مناسبة مهمة ليا وهي ولا كلمتني ولا وقفت جنبي ولا كانت موجودة أصلا. فلقيتها فجأة بتتخانق معايا وتقول لي أنا، طب ما أنا ياما وقفت جنبك، ما أنا وقفت معاكي لما حصل كذا ووقفت معاكي لما حصل كذا وكنت جنبك في كل وقت، وقعدت ترص لي شوية مواقف حلوة هي عملتها معايا. ففجأة بدأت أنا أحس بالذنب، حسيت إنه ايه ده، انا وحشه قوي، ما البنت فعلا بتعمل معايا حاجات كتيره حلوه على موقف واحد انسى لها كل اللي عملته. بس لما روحت البيت وركزت لقيت ان دي مش اول مره تنسالي حاجه، ولا ده اول موقف ما تبقاش معايا فيه. ساعتها افتكرت ان في نوع من النرجسيه اسمه النرجسيه الدفاعيه. النرجسية الدفاعية دي اللي الشخص فيها دايما بيحس ان اي كلام ليه هو هجوم عليه، هجوم وحرب ولازم ينتصر فيه، ما ينفعش يطلع غير كسبان. حتى لو انا بلومها او بقول لها من باب العتاب وعشان انا بحبها وعشان بوصل الود بيني وبينها وعشان مش عايزة اشيل حاجة في قلبي جوايا مثلا. في 3 اسباب بتخلي الشخص ده كده. اول سبب ان هو اتعود دايما ان الناس بتنتقده، فبقى حاسس ان اي كلمه بتتقاله هي نقد، فلازم يهجم عليك ولازم يبرر ولازم يطلع من الانتقاد ده. تاني سبب ان هو بيخاف من الرفض، بيخاف انه يتساب، فبيهاجمك قبل ما انت اللي تهاجمه، او على الاقل لو الموضوع كبر يبقى هو اللي سابك مش انت اللي سبته. وتالت سبب ان هو متعود يلبس ماسك القوه، ما ينفعش ان هو يبان ضعيف او الناس تحس بضعفه، بيحس ان الناس ما هتصدق ان تشوفه ضعيف ويهجموا عليه مره واحده ويبهدلوه معاهم. ازاي تتعامل مع الشخص ده؟ اولا اختار الوقت اللي انت تتكلم معاه فيه او تلومه او تعاتبه، وقت يكون هو هادي ومفيش فيه اي توتر، ده هيقلل شويه من حديه الموقف. الحاجة التانية، خلي لغة كلامك أنا حاسس بكذا مش أنت عملت كذا، أنا اتضايقت من كذا مش أنت ضايقتني وعملت كذا. الحاجة التالتة، حافظ على حدودك النفسية قدر الإمكان، ما تخليهوش يأثر على نفسيتك. الملخص، افهم خوفه لكن ما تبررش أذاه. الحماية الحقيقية هي حمايتك لنفسك أكتر من حمايتك لعلاقات هتأذيك.